يا رب انصر إيران على هدوم أعداء البشرية. نعبر عن تضامننا المطلق واللا مشروط مع إيران الشقيقة شعبا ودولة. جماعة أنا ما بقتش فاهم حاجة يا جماعة، يعني إيه الجزائر متضامنة مع إيران واللي هي بتعمله ده؟ يعني إيران تضرب في الدول العربية والجزائريين فرحانين؟ ما بقتش فاهم حاجة خالص يا جماعة، هو إحنا المفروض نكونوا مع إيران ولا إحنا ضد إيران ولا إحنا؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة، السياسة دي كلها حاجات مش مفهومة يا جماعة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتصل بأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويدين الهجوم الغاشم الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدث وقال إن المغرب مع دولة الإمارات وإن المغرب تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في أمنها واستقرار. هنا الأخوة وهنا الوفاء، وديما مغرب وديما الإمارات. عند الحقيقة يكرم المرء أو يهان. شكرا للمملكة المغربية، شكرا للشعب المغربي العظيم الأبي الحر الأشاوس على وقفتهم وعلى دعمهم وتضامنهم مع دولنا. فعلا أنتم الأشقاء، أنتم الأصدقاء، أنتم الأخوان والأهل لنا. نعم أنتم عرب، هذا ما نعرفه عنكم، ولا عزاء لمن يقوم بالتطبيل، لمن حتى لم يستنكر الهجوم الذي حدث على أوطاننا وعلى أمننا وعلى بلداننا العربية، يقعد يمجدهم. ضروري تسمع المقطع كامل الأخير. ليش أدافع عن الشعب المغربي وليش أحب الشعب المغربي؟ واليوم زاد دفاعي عن الشعب المغربي، اليوم أكثر من أمس وبكرة أكثر من اليوم. ليش وشنو السبب؟ شفت الأوضاع حاليا اللي موجودة في دول الخليج. أول شيء اللهم احفظ الخليج واحفظ الشعب الخليجي واحفظ أمراءنا واحفظ ملوكنا يا رب يا كريم. اليوم التليفونات اللي جتني من المغرب ومن الشعب المغربي والناس خاصة فيني، اللي يعرض بيته يقول تعال أنت وعائلتك وتعال اسكن في المغرب على ما تهدى الأوضاع عندكم، اللي يعرض سيارته، اللي يقول لك تعال إذا ما تقدر تسافر من الدولة اللي أنت فيها الكويت تعال روح دولة ثانية وتعال أنت وعائلتك. ما في شعب يعرض على مشهور وصانع محتوى جاهم كم سنة وراح من عندهم ويعرضون بيوتهم. عطني دولة تعرض على مشهور أو صانع محتوى تقول له تعال بيوتنا مفتوحة أنت وأهلك وحياك الله. عشان كذي أنا حبيت الشعب المغربي ودافع عن الشعب المغربي وأعشق شيء اسمه الشعب المغربي. اليوم زاد أكثر من أمس وبكرة أكثر من اليوم. هذا هو الشعب المغربي. أنا برا المغرب ماني داخل المغرب وتطمنون علي ويدقون علي تعال أنت وعائلتك، ما يعرضون علي أنا بروحي إني أجي، لا أنا وعائلتي وأنا وأهلي، ويقول إن شاء الله عددكم 1,000,000 تعالوا وبيوتنا مفتوحة لكم. هذا هو الشعب المغربي. جي اخوي حمود، قلت كيفاش تجي ربيتك هنا، جي عندنا اخوي مرحبا بك اخوي حمود. خرج للاقرب الدولة من حداكم وداك الشيء جي انت والعائلة جا مرحبا بكم اخوي حمود. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. أعرب خلالها جلالة الملك عن إدانة المغرب الشديدة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الشقيقة، ووصفها بأنها انتهاك صارخ للسيادة وتصعيد خطير يهدد الاستقرار في المنطقة ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد تضامن المغرب التام مع دولة الإمارات في كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسكانها. شكرا جلالة الملك محمد السادس، وشكرا للشعب المغربي الأصيل على هذا الموقف الأخوي النبيل والداعم، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية والتضامن الراسخ بين البلدين والشعبين الشقيقين. شكرا من القلب. السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف الحال؟ عساكم طيبين. هذا مغربي يقول لك مقيم 18 سنة بالإمارات كأنني مع أهلي. اللهم احفظ الإمارات حكومة وشعبا. اللهم آمين وجزاك الله خير، والله يحفظ المملكة المغربية على هاي التربية. قسم بالله يا جماعة الخير إن يعني تحس المغاربة، يعني الإنسان يتربى مرة واحدة، المغاربة متربين مرتين ما شاء الله على الاحترام وعلى التقدير. هذا ما شاء الله، والله يحفظكم جميعا يا جماعة الخير، واللي ما ضافني يضيفني ونتشرف فيكم. يا مرحبا وسهلا.